السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. هنعمل النهارده القطايف بطريقه سهله وبسيطه جدا. كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، وطبعا رمضان يعني قطايف وكنافه. عملنا حلويات كتير جدا مع بعض على القناه، والحمد لله وبفضل الله كل اللي جربوها عجبتهم جدا ونجحت معاهم من اول مرة. وده لاننا بنتكلم على كل التفاصيل اللي تخص الوصفة علشان تطلع ناجحة معاكي من اول مرة. طبعا احنا عملنا القطايف على القناة قبل كده بالطريقة الاصلية بتاعتها الاساسية بتاعتها بتاعت الكنفاني او الفطاطري. النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة شوية، وهنعملها بحشوة كمان جميلة جدا ومختلفة جدا، وانا متأكدة انها تعجبكم. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان نشوف كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان مطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. انا معايا هنا 3 كوبايات الا ربع من المية، حوالي 550 مللي من المية، مية عادية خالص من الفلتر. ضفت معاها معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من اللبن البودرة، وممكن تستغني عنها. هنضيف كمان معلقتين كبار من النشا. وما تقلقيش خالص، هسيبلك كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو بالكوباية وبالجرام. ضفت هنا كمان معلقتين كبار من دقيق السمولينا او دقيق السميد اللي هو بنشتريه كده من عند العطار. وضفنا كمان ظرف من الفانيليا. بنقلب كل المكونات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا وبسيطة جدا. وهضيف كمان الدقيق بتاعي. انا معايا هنا كوبايتين وربع من الدقيق، حوالي 300 جرام من الدقيق. هضيف رشة صغيرة جدا من البيكنج باودر زي ما شفتم كده. وهضيف كمان معلقة صغيرة من الخميرة، يعني المعلقة مش مليانة كده هرمية، معلقة كده ممسوحة من الخميرة. وهنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تعملي الخطوة دي او المقادير كلها تحطيها على بعض في الخلاط وتقلبيها مع بعضها، لكن زي ما انتوا شايفين الموضوع مش مستاهل، يعني انا استخدمت المضرب اليدوي. وما تقلقوش خالص، هنصفي الخليط بعد كده علشان لو في اي تكتلات من الدقيق او متقلبتش كويس جدا. اهم خطوة بقى ان احنا نقلب المكونات بتاعتنا دي مع بعض كويس جدا بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. عايزين كده كل المكونات تختلط مع بعضها، والدقيق بتاعنا كده يدوب كويس جدا في المية مع الخميرة. وبعد كده هنصفيه ونسيبه يرتاح بعد كده عشان الخميرة تتفاعل كده وتشتغل مع المكونات بتاعتنا. نسيت اقول لكم كمان حطيت رشة ملح خفيفة جدا اللي هي السنة بتاعتنا، حاجة كده لا تذكر ما بين صوابع ايديكي. شايفين بقى قوام الخليط عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. وهوريكي ازاي برضو تختبري الخليط بتاعك وتعرفي ان انت كده استكفيتي من كمية الدقيق وكمية المية. طبعا الوصفة عشان انا مجرباها وواثقه فيها، فانا ضفت المية على طول والدقيق على طول زي ما شفتم كده. لكن عشان انت لو هتجربي لاول مرة وكمية الدقيق تختلف معاكي او معيرتيش الدقيق كويس، وكمان او انواع الدقيق بتختلف، فضيفي الدقيق واحدة واحدة زي ما شفتوني كده، بضيفه واحدة واحدة لحد ما تستكفي وتوصلي للقوام المظبوط اللي انا هوريهولك دلوقتي. هنا احنا صفينا بقى كل الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده قوام الخليط بتاعنا. هوريكي كمان نقطة مهمة جدا تعرفي ازاي ان الخليط كده مظبوط مش محتاج اي حاجة تانية. هوريكي دلوقتي، بس تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. انا غطيت بقى الخليط بتاعي كده وسيبته يرتاح حوالي من تلت ساعة لنص ساعة. عايزين بس يرتاح كده معانا شوية والخميرة تبدأ تشتغل معانا. هغطيه كده بسترتش راب وبعد كده بفوطة، واسيبه بقى في مكان دافي، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. طبعا طريقة القطايف بتاعة الكنفاني او الفطاطري تختلف عن الطريقة دي شوية. الطريقة بتاعة القطايف عملناها قبل كده، اللي هي الطريقة الاصلية، عبارة عن مية ودقيق وخميرة بس، مش اكتر من كده. بس ليها تكنيك شوية كده في الطريقة بتاعتها، وانا وضحته لكم في الفيديو بتاعها ساعتها. تعالوا بقى اوريكم النقطة المهمة ازاي تعرفي الخليط بتاعك كده مظبوط. هتجيبي اي مقصوصة عندك كده او كبشة وتقلبي الخليط كويس جدا. هتلاقي الخليط غلي في الكبشة بتاعك ومش بيقع عليها كده بسهولة. وبعد كده بتعملي خط في النص بالشكل ده. لو لقيت الخط ظاهر زي ما هو، يبقى كده الخليط بتاعك مظبوط ومش محتاج اي حاجة. لو لقيتي الخليط بيقع من على الكبشة كده بكل سهولة، يبقى محتاج شوية دقيق تاني. لقيت الخليط تقيل جدا على الكبشة وبتعملي الخط كده حاساه ان هو سميك، يبقى محتاج شوية من المية تاني. لكن هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. طبعا الاضافات اللي احنا ضفناها اللي هي دي السميد والنشا واللبن البودرة، دول زي ما قلت لكم اختياري، بس احنا بنعزز الطعم شوية، والطريقة بتاعتها تختلف عن طريقة الفطاطر شوية. تعالوا بقى نتكلم على التسوية المظبوطة علشان دي اهم حاجة في الموضوع كله.
بنحضر معانا كده اي طاسة تيفال او اي طاسة غير لاصقة، وبنسخنها كويس جدا على نار عالية. بعد كده بنهدي النار نخليها متوسطة، ونبدأ نحط اول واحدة بقى زي ما انتوا شايفين كده. اختاري بقى معلقة او مقصوصة او كبشة يكون حجمها معقول او مناسب بالنسبة لك، علشان تطلعي القطايف كلها حجم واحد وقد بعض. انا هنا استخدمت الكبشة الصغيرة اللي انتوا شفتوها معايا دي، كنت بملاها كده كانت بتطلع لي الحجم اللي انتوا شايفينه معايا ده. لو حابة تكبري عن كده، حابة تصغري زي ما تحبي. تعالوا بقى نتكلم ازاي بتعرفي ان القطايف استوت معاكي. احنا بنصب زي ما انتوا شايفين كده القطايف، بصبها في مكان واحد، مش بحرك ايدي خالص، وتكون في نص الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بسيبها لما العجينة تنشف خالص معايا زي ما انتوا شايفين كده، وتعمل فقاعات كده او اخرام كده زي ما انتوا شايفين، وتكون في نص العجينة من النص لسه طرية كده حاجة بسيطة. وبعد كده ببدأ ارفعها على طول، بتبقى معايا بالجمال اللي انتوا شفتوه ده. هوريكم كده من قريب علشان تشوفوا كل التفاصيل بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده انا صبيت العجينة في مكان واحد، محركتش ايدي خالص، بسيبها على نار متوسطة مايلة للعالية حاجة بسيطة. بتبدأ تتشمع كده من فوق وبتنشف كده من فوق زي ما انتم شايفين، بس لسه في حتة في النص كده تحسيها طرية سيكة، يعني طرية حاجة بسيطة جدا. خلاص في الوقت ده ترفعي القطايف على طول من النار، علشان ما تنشفش منك وتتكسر منك وانتي بتقفليها بعد كده بعد ما تحط فيها الحشوة. هوريكم هنا كمان واحدة، شايفين بدأت تنشف كده من فوق من الوش بتاعها. خلاص في الوقت ده بتبدأي ترفعيها. شايفين هنا الحتة اللي في النص اللي انا بقولك عليها بتبقى يدوب طرية حاجة بسيطة، بس طرية مش معجنة لسه او عجينة سايلة لسه، لا يعني ايه، اتشمعت بس حاجة بسيطة. في الوقت ده بنرفعها، خلاص كده استوت معانا. شايفين ده اللي انا بقول لكم عليه. شايفين كمان الاخرام بتاعتها، اخرام ضيقة ومتساوية، يعني حاجة كده ما شاء الله عليها جميلة جدا. انا حبيت اوريكم كذا واحدة علشان تشوفوا كل التفاصيل والتكات بتاعتها. كمان قاع القطايف من تحت واخدة لون كده ذهبي حلو، ما هوش غامق زي اللي بنشتريها من بره، بتكون زي المحروقة كده، ما بتكونش حلوة خالص. طبعا لما بنطلع القطايف بنحطها على فوطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنغطيها بفوطة علشان ما تنشفش مننا لحد ما نيجي نحشيها. طبعا احنا بنخلصها من هنا ونحشيها على طول علشان ما تنفعش تتركن خالص. انا جبتها لكم هنا من قريب، شايفين الاخرام بتاعتها، شايفين ما شاء الله جميلة جدا. كمان حاساها مش واضحة قوي في التصوير، بس هي الاخرام بتاعتها متساوية وفيها اخرام كتير وجميلة جدا. شايفين ما شاء الله، والاطراف بتاعتها كده سادة ما فيهاش اخرام، علشان لما تيجي تقفليها تمسك معاكي وهتكون زي الفل. شايفين جبتها لكم كمان هنا من قريب، ما شاء الله عليها جميلة جدا، طريقة سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم ريحتها وقت التسوية كانت قلب المكان، جميلة جدا. اهم حاجة غطيها بفوطة كده علشان ما تنشفش منك، علشان لما تيجي تقفليها تتقفل معاكي بكل سهولة، ما تفتحش منك كده، وكمان ما تتكسرش معاكي تحسيها انها مشققة كده او مفتحة. زي ما احنا عارفين يعني لما بنشتري القطايف من بره او من عند الكنفاني، بتجيبيها تحشيها على طول وتبداي تعمليها على طول، ما ينفعش تركنيها في التلاجة او تسيبيها لتاني يوم لانها هتشقق وتفتح منك. الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها معايا عملتها من كوبايتين الدقيق بس اللي انا قلت لكم عليهم في الاول. تعالوا بقى نحضر الحشوة الخطيرة بتاعتنا. طبعا الحشوة دي عاملة قلبان الفترة اللي فاتت، اللي هي البيستاشيو مع الكنافة المحمرة. كانوا بيحشوا بيها اي حاجة وبيعملوا بيها اي حاجة، فحبيت النهاردة احشيها في القطايف وهنشوف طعمها هيكون عامل ازاي. بصراحة خطيرة جميلة جدا. او ممكن تحشي مكسرات كده زي ما احنا بنحشيها ومتعودين عليها، شوية من السوداني وشوية من جوز الهند وشوية من الزبيب كده قلبتهم على بعض، وهنحشي برضو شوية من القطايف. هنا انا عملت بقى البيستاشيو او كريمة البيستاشيو، سيحتها كده بشوية من الزيت، يعني ضفت عليها حوالي معلقتين كبار من الزيت كده وقلبتها كويس جدا لحد ما فكت كده معايا شوية، وضفت عليها شوية من الكنافة المحمرة اللي احنا طبعا محضرينها من ضمن تحضيرات رمضان او تجهيزات رمضان، وبتبقى معايا بالشكل الجميل ده. بحشيها بقى كده شوية صغيرين في قلب القطايف واقفلها كويس جدا، اضغطي عليها كده من الاطراف هتتقفل معاكي بكل سهولة ومش هتفتح معاكي خالص.
بنكون بقى محضرين الزيت بتاعنا، الزيت يكون سخن وغزير بالشكل ده، وببدأ انزل القطايف بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة قفلي الاطراف كويس جدا، اضغطي عليها علشان ما تفكش معاكي وقت التسوية. وببدأ اسوي على طول، يعني مش بسيبها في التلاجة ولا بحطها تمسك شوية ولا اي حاجة. ببدأ اسوي على طول بالشكل ده. النار تكون عالية طبعا علشان ما تاخدش وقت كتير في التسوية، وكمان البيستاشيو ما يخرجش كده من قلب القطايف. طبعا الزيت بتاعنا يكون غزير، ونقعد نقلب بقى القطايف كده كل شوية علشان تاخد لون موحد وتسوية موحدة. هي مش بتاخد وقت خالص. طبعا انا النهاردة في الفيديو ما عملتش معاكم الشربات، بس هقول لكم عملته ازاي علشان طبعا ما طولش عليكم الفيديو اكتر من كده. واحنا طبعا محضرين الشربات ده من ضمن برضو التحضيرات والتجهيزات اللي قلتلك فيه. اعملي كده كيس سكر على بعضه وحضريه كده وحطيه في التلاجة، هينفع معاكي لاي حلويات هتعمليها. بعد ما بنحمر القطايف بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، بخرجها على طول في الشربات. الشربات بتاعنا يكون تقيل وبارد، بأكد تاني يكون تقيل وبارد. انا هنا عملت الشربات حوالي كوباية ونص من السكر، عليها كوباية من المية، ونص ليمونة، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وظرف من الفانيليا. رفعتهم على نار عالية لحد ما غلي معايا. بعد كده هديت النار وسبتهم حوالي من 7 دقايق ل10 دقايق، وبعد كده طفيت النار عنه. كده جاهز معايا الشربات المظبوط بتاعنا. اهم حاجة يكون تقيل، وياريت لو تعمليه من قبلها بيوم او قبلها بحوالي 3-4 ساعات، عشان عايزينه يكون تقيل عشان القطايف بتاعتك ما تطرقش منك. وزي ما قلتلك بنخرجها من الزيت، ننزلها في الشربات، بنقلبها كده تقلبتين حوالي دقيقتين كده، وبعد كده بنخرجها ونصفيها، وبتكون معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تسيبيها في الشربات ده زي ما تحبي، عايزاها مسكرة قوي بتسيبيها شوية، عايزاها مش مسكرة قوي بترفعيها على طول من الشربات. شايفين بقى القطايف بتاعتنا عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها جميلة جدا. تعالوا افتح معاكم واحدة بقى عشان نشوف الحشوة من جوه. ما شاء الله عليها سايحة كده وجميلة جدا، والقطايف بتاعتنا مستوية وطعمها خطير. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. ان شاء الله هتستفادوا منها. متنسوش كمان تسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو، لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.